ازيكم عاملين ايه؟ حابة النهاردة اشارك معاكم طريقة انا بستخدمها من زمان للفراخ، وبستخدم فيها كالعادة تتبيلة خاصة بيا. نبدأ بسم الله كده ونحضر التتبيلة. طبعا بعد ما غسلنا الفراخ كويس ونشفناها، والتتبيلة عبارة عن حوالي 5 بصلات كبار بشرناهم، وبحط معلقة من الملح، معلقة ونص من الفلفل الأسود، كمان بضيف عليهم معلقة من القرفة، معلقة من البابريكا، وكمان معلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من الزعتر والروزماري بفركهم وبضيفهم، عصير ليمونتين ومعلقتين من العسل الأسود. بمزج تتبيلة البصل دي مع بعض كويس قوي لحد ما يخرج منها عصارة البصل. ارص بقى قطع الفراخ دي في صينية، بعمل فتحات في نسيج الفراخ كده بسن السكينة علشان يتشبع من التتبيلة ويبقى جوسي وطري بعد ما يخرج من الفرن. كمان بوزع مجموعة من بصل القوارمة كده على وش الصينية، والبصل كمان بيتشبع من التتبيلة وطعمه بيبقى خرافي. بعد كده بخليها على جنب علشان تتشرب من عصارة التتبيلة، وبحضر الطبق الجانبي، وهو عبارة عن الأجزاء اللي متبقية من الفرخة. تبلتها في الجزء اللي متبقي من تتبيلة الفراخ، وقشرت حوالي كيلو من البطاطس، قطعتها 4 تربع بالطول، وضفت ملح وفلفل ومعلقة من الكركم، ده بيديها لون وطعم مميز جدا. بحطهم في صينية وبوزع معلقة سمنة على وش الصينية. التشريبة بتاعتها عبارة عن كوباية مية، وبحطها في الفرن على درجة حرارة 180 نص ساعة. برجع بقى لصينية الفراخ وبوزع عليها معلقة من السمنة، كمان بضيف التشريبة اللي هتستوي فيها، وهي عبارة عن عصير طماطم، وبدخلها الفرن. بتاخد حوالي ساعة تسوية على درجة حرارة 180. خلال الفترة دي أنا بحضر رز أبيض عادي جدا، وبعد ساعة بالظبط بتكون الفراخ استوت، ريحتها رهيبة ولحمها متشبع من كل المكونات وجوسي جدا. لو وصلتوا لغاية هنا حطوا لايك للفيديو وجربوا الوصفة، واثقة انها هتعجبكم جدا. ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي، يشرفني جدا انكم تشتركوا في القناة. يهمني كمان انكم تجربوا وصفة البطاطس بالطريقة دي، لذيذة جدا وخفيفة. لون الشوي اللي شايفينه ده بسبب العسل اللي ضفناه، وبصل الحشوة المتبل بيخلي كل مضغة بطعم مختلف، وبصل القوارمة كمان متغلغلة فيه العصارات، والبطاطس واخدة شكل الشوي من بره جوسي ومتشبعة من العصارة من جوه. قدمتهم مع الرز الأبيض. أتمنى تجربوا الطريقتين دول للفراخ والبطاطس، واكتبوا لي أي طريقة للفراخ بتفضلوها. أنا الحقيقة دي وصفتي المفضلة للفراخ لأني بحب طعمها جدا. يشرفني اشتراككم في القناة، متنسوش تحطوا لايك للفيديو. باي باي.